اليوم تندير واحد اللقاء تيتمحور حول الاقتصاد التضامني الاجتماعي، خصوصا بالنسبه للنساء اللي في وضعيه هشاشه، بحيث نحاولوا ان النساء يمكنهم من حيث التكوين باش يكون عندهم واحد الاستقرار اقتصادي، وبالتالي هذه الفرصه اللي تقدم على انهم نحاولوا نحدوا من الاقصاء والتهميش والهشاشه اللي تيعرفوها هاد النساء، خصوصا ان المركب تيشتغل على هاد النساء بالذات اللي عندهم وضعيه هشه ومن ناحيه سواء كانت اقتصاديه اجتماعيه قانونيه. وبالتالي ربما هذه تكون بدايه ديال انطلاق واحد المسلسل ديال الدوره التكوينيه بالنسبه للجمعيه اللي تشتغل في المجال، او بالنسبه للجمعيه اللي تشتغل على نفس الرساله اللي تشتغل عليها المركب الاجتماعي في السماء، وهي محاوله اخراج هذه النساء من التهميش الاقتصادي، باش يكون على الاقل بين لهم واحد الصوره واضحه على الحياه ديالهم، وبالتالي مساعدتهم في بلورة واحد الصوره واضحه، نظرا لان الاقتصاد التضامني الاجتماعي حاليا هو الركيزه والدعامه الاساسيه اللي يعني سواء صاحب الجلاله تحت عليها، سواء بعد الازمه الاقتصاديه 2008 اللي بينت ان الاقتصاد التضامني الاجتماعي هو البديل اللي ممكن باش يخرج او نعتمدوا عليه سواء داخل الوطن او الدول الاخرى اللي بدات تعتمد عليه. وبالتالي في المغرب هو ماشي وليد اللحظه، كان عنده بوادر قديمه، خصوصا مثلا كانت التويجه معروفه عند الاجداد ديالنا كنموذج للتعاون، وبالتالي نحن نسير على نهج من سبقنا. في هذا اللقاء حاولنا ان يعني نعتمد على الحضور يكون بالنسبه لنا الناس اللي عندهم ناشئين واحد التعاونيات باش يعرفوا على الاقل ويحيطوا على الاقل بعض القوانين ديال انشاء التعاونيات. كذلك سمينا على الجمعيات اللي تشتغل مع النساء من اجل تكوين قدراتهن في المجال الاقتصادي والتمكين، وكذلك ماشي فقط داخل المكناس وانما المناطق القرويه المجاوره، ولكن مستقبلا نحاول اننا نوسعوا قاعده المهتمين. علاش؟ لاننا باغيين نديروا واحد الدوره تكوينيه من اجل التفعيل سواء ديال التعاونيات او ديال الجمعيات، من خلال واحد السلسله ديال التكوينات اللي تتحسب بهذا الموضوع.